السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الغاليين. هناخد قطعة قراءة عن energy الطاقة. يا ترى إيه أشكال الطاقة؟ بيقول لي أول حاجة forms of energy، أشكال الطاقة. The effects of energy can be seen, felt or heard in different ways. بيقول لي تأثيرات الطاقة يمكن أن ترى، يتم الشعور بها or heard أو يتم سماعها in different ways بطرق مختلفة. Depending on the form of energy in question، اعتمادا على شكل الطاقة اللي احنا بنتساءل عنه. يقول لي the main forms، الأشكال الرئيسية are listed below، يتم إدراجها في القائمة التالية. بيقول لي أول نوع من أنواع الطاقة يا شباب اسمها kinetic energy، الطاقة الحركية. بيقول لي energy in the form of movement، الطاقة في شكل الحركة. a type of mechanical energy، وهي نوع من الطاقة الميكانيكية. تاني نوع اسمه thermal energy، الطاقة الحرارية. energy in the form of heat، الطاقة في شكل حرارة. ثالث نوع اسمه electrical energy، الطاقة الكهربية. بيقول لي the energy of an electric current، اللي هي طاقة التيار الكهربي. sound energy، طاقة الصوت. energy in the form of noise، اللي هي طاقة في شكل ضوضاء. light energy، طاقة الضوء. for example light emitted، على سبيل المثال الضوء emitted المنبعث from the sun من الشمس or from a light bulb من مصباح كهربائي، مصباح مضيء. chemical energy، طاقة كيميائية. energy within substances that can produce a chemical reaction، اللي هي الطاقة الموجودة داخل المواد التي يمكن أن تنتج a chemical reaction، تفاعل كيميائي. آخر حاجة nuclear energy، الطاقة النووية. energy from an atomic reaction، الطاقة المنبعثة من تفاعل نووي. نكمل. بيقول لي بقى energy cannot be created or destroyed، الطاقة لا تبتكر، لا تخترع or destroyed أو لا تدمر. only converted، فقط تحول from one form to another، تحول من شكل لآخر. for example على سبيل المثال in a torch powered by batteries. لو عندي كشاف بشحنه او شغال بالبطاريات، تمام، اللي بيوفر له الطاقه بتاعته البطاريات. chemical energy ساعتها بقى الطاقه الكيميائيه stored المخزنه in the batteries في البطاريات ديت is converted، تحول to electrical energy، لطاقه كهربيه. طبعا احنا عارفين التفاعلات اللي بتحصل والقطبين اللي جوه والحاجات دي، تمام. اللي جوه البطاريات بتحول المواد الكيميائيه اللي جوه الى طاقه كهربائيه. and the electrical energy، والطاقه الكهربائيه is converted، تحول to light energy، لقوه او طاقه ضوء. نكمل. mechanical energy، الطاقه الحركيه can be stored، يمكن ان تخزن as potential energy، كقوه او طاقه كامنه. as an example، مثال يا شباب is a load، حمل أو ثقل. lifted، مرفوع by a crane، واسطة رافعة. and suspended، معلق at a high level، في مستوى عالي. طب الحاجة دي متعلية كده وثابتة فوق في الهواء. بيقول لي the weight has the potential، بيقول لي الثقل بتاعها أو الوزن بتاعها has the potential، له الطاقة الكامنة، تمام، او الامكانيه in the future، في المستقبل to be released، ان يتم اطلاق سراحه. يعني القوه دي لو انا سبت وحررتها، تمام، وسبتها allowed it to fall، سمحت لها ان هي تسقط، ايه اللي هيحصل؟ becoming kinetic energy، هتتحول لطاقه حركيه. يقول لي بقى energy can also be stored، الطاقه يمكن ايضا ان تخزن when a component is elastically deformed، عندما عندي ماده او مكون is elastically deformed، يتم تشكيله بشكل elastically. وقلنا elastically بمعنى هي تقدر اغير شكله، بس يقدر عنده الطاقه ان هو يرجع لنفس الشكل الاصلي بتاعه. بيقول لي this is called، وده بيسمى strain energy، اللي هي طاقه الجهد. an example، مثال لكده is the spring، اللي هو سميناه قبل كده الزنبرك او المساعدين زي بتاعه العربيه. in a watch، الموجوده في ساعه اليد. which، الذي is wound up. wound يا شباب الفعل الاصلي بتاعي اسمه wind، اللي هو مش wind بقى رياح،
او ينفخ، لا هي وايند بمعنى يلف الزنبرك، بمعنى يشحن الطاقه الحركيه عن طريق الدوران. تمام كده. فهنا الزنبرك بتاعي بتشحن. كلمه وايند WIND مش ويند بقى، لها نطق تاني. وايند النطق الماضي بتاعها واوند، يبقى از واوند اب. بيتم شحنه عن طريق الدوران. then progressively unwinds، ثم بشكل مستمر unwinds يعني بيفك الشحن بتاعه او الدوران الكتير بتاعه. زي مثلا اللعبه بتاعت الاطفال، ممكن تقعد تلف 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 وفي الاخر تسيب مثلا العربيه بتاعت اللعبه دي، تلاقيها بترجع unwinds، وفي نفس الوقت ايه ده بيوفر طاقه حركه فالعربيه بتمشي لقدام. خلصنا النقطة دي، ننزل لتحت. بيقول لي energy efficiency، كفاءة الطاقة. بيقول لي machines. هنتكلم بقى دلوقتي على motors، المواتير بقى والماشينز والكلام ده. machines often convert an energy source. الآلات، طبعا دي الثوره الصناعيه او فكره الثوره الصناعيه، ان الالات غالبا تحول an energy source مصدر الطاقه such as electricity زي الكهرباء مثلا to another form لشكل اخر of useful energy طاقه نافعه. in other words بمعنى اخر energy الطاقه used for a purpose اللي بستخدمها لغرض ما. تاني الالات بتحول نوع من الطاقه لنوع تاني انفع بالنسبه للهدف بتاعي او للغرض بتاعي. نشوف مثال. فور اكزامبل a motor، عندي موتور في عربيه في اي حاجه. converts بيحول الموتور ده electrical energy الطاقه الكهربيه اللي هي هنسميها the energy source مصدر الطاقه. هيحولها ايه بقى into kinetic energy لطاقه حركيه. انا عاوز الموتور ده اوصل الكهرباء او الفيشه زي مثلا الخلاط اللي بنعمل فيه مثلا عصير. تمام. بوصل الكهرباء علشان الخلاط الكهرباء تتحول لطاقه حركيه، فالتروس تلف فتطحن لي او تفرم وليكن مثلا المانجا ويبقى احلى عصير مانجا. تمام. هيحولها لي طبعا لطاقه حركيه، ودي الطاقه النافعه بالنسبه لي. انا مش عاوز العصير مش هيتعمل بالكهرباء، هيتعمل بطاقة الحركة. طبعا دي بالنسبة لي useful energy اللي هي طاقة الحركة. but it also لكن أيضا it also converts، لكن أيضا بيحصل إن في تحويل لبعض الطاقة دي الكهربائية مثلا into heat and noise، بتحول لبعض الحرارة وبعض الضوضاء. طبعا الموتور بتاعي من كتر الشغل، تمام، وبالذات بقى لو حد بيفرم لحمه وعايز يعمل حواوشي مثلا، هتلاقي ايه الكبه بتاعتك عماله تسخن شويه من كتر الشغل وبتعمل صوت عالي. طبعا ده طاقه صوت وطاقه حراره. as this will be dissipated، وده طبعا هيتم تفريغه into the air في الهواء. الحراره هتخرج في الهواء هي والصوت. not used ولا يتم استخدام طاقه الحراره ديت ولا طاقه الصوت ده. طبعا بنسميها waste energy طاقه ضايعه. بيقول لي اماطر على سبيل المثال، وليكن مثلا موتور العربيه electrical energy بحول الطاقه الكهربائيه. طبعا انا في الموتور العربيه بحط بنزين احوله لطاقه كهربائيه. بس خلينا ناخد لو موتور مثلا زي ما قلنا كده بتاع الخلاط. الكتريكال انرجي الطاقه الكهربائيه هي دي بتتحول لنوعين من الطاقه. اول حاجه يوزفول كينيتيك انرجي طاقه حركيه نافعه، طبعا اللي بتفرم في الخلاط. وبيخرج معايا طاقه غير نافعه او طاقه ضايعه اللي هي wasted thermal and sound energy طاقه صوت وطاقه حراره طبعا ضايعه في الهواء. نكمل اخر نقطتين. بيقول لي اف ماشين لو عندي اله. شفت بقى الجوده بتاعتي اهو وكفاءه الالات. لو عندي اله converts بتحول a high percentage نسبه كبيره of energy للطاقه into useful energy لطاقه نافعه. تمام. it is efficient في الحاله دي الموتور بتاعي ده او الاله بتاعتي دي efficient يعني اله كفء مظبوطه كده وادت الغرض بتاعها. فور اكزامبل على سبيل المثال if a motor converts لو عندي موتور تمام converts بيحول 75% of the electrical energy هنتكلم برضه على الخلاط لان ده حلو قوي. ماشي. عندي بيحول الطاقه الكهربائيه 75% من الطاقه الكهربائيه it consumes من اللي بيستهلكها into kinetic energy بيحولها لطاقه حركيه وبيضيع wastes
25% as thermal على انها بتطلع ايه؟ طاقه صوت وطاقه حراره. تمام؟ في الحاله دي انا عندي it is 75% efficient. في الحاله دي الموتور عندي دهوت بتاع الخلاط ده كفء بدرجه 75%. بيقول لي improving تحسين efficiency، تحسين الكفاءة هنا اللي هي ايه؟ يعني ايه تحسين كفاءة؟ making efficiency gains، الحصول على ايه؟ كفاءات أعلى، تمام؟ أو مكاسب في الكفاءة. بيقول لي is a key focus، ده نقطة ركيزة أساسية in engineering في علم الهندسة. مهندسين بيشتغلوا على رفع الكفاءة وتقليل الضياع طبعا. آخر نقطة عندي work and power، الشغل والطاقة أو الشغل والقوة. الترجمة أحسن، الشغل والقوة. the amount of energy، كمية الطاقة needed، المتطلبة to do a task، عشان أقوم بمهمة معينة. for example على سبيل المثال lifting a load، إن أنا أرفع أو رفع حمل to a certain height، لارتفاع معين by crane، عن طريق الرافعة. تاني، الطاقة المطلوبة علشان أعمل مهمة معينة اللي هو مثلا أرفع حمل لفوق، تمام، لارتفاع معين باستخدام الرافعة، ده كله is called، يسمى work، الشغل. بيقول لي بقى the amount of energy، كمية الطاقة converted، المحولة in order to perform the tasks، لكي أو بغرض القيام بهذه المهمات، أو بمعنى تاني the amount of work done، كمية الشغل المبذول is measured in joules، يقاس بمقياس بتاعنا أو الوحدة بتاعته اسمها جول. تمام؟ يبقى جول وحدة قياس الشغل. يقول لي if a force، لو أن طاقة أو قوة، لو أن قوة of 1 نيوتن، قوة مقدارها 1 نيوتن is required، مطلوبة to keep، عشان نحافظ على an object moving، على شيء معين، احافظ على الشيء ده في حالة حركة. تاني، لو عندي قوة مقدارها 1 نيوتن مطلوبة علشان احافظ على شيء يتحرك. بيقول لي بقى the work required، الشغل المتطلب او اللي احنا محتاجينه to move that object، علشان نحرك الشيء ده over a distance، خلال مسافة of 1 متر، مسافة مقدارها 1 متر is equal، الشغل ده بيساوي is equal to 1 جول، بيساوي 1 جول. نكمل. the speed، السرعة أو الريت أو المعدل at which، الذي به work is done، يتم عمل الشغل ده is called power، القوة. يبقى القوة هي السرعة أو المعدل الذي يتم به القيام بالشغل معين. بيقول لي and is measured، والقوة دهيت تقاس بإيه يا شباب؟ in watts، بالمعدل أو وحدة القياس اسمها وات. بيقول لي 1 وات، وات واحد is 1 جول per second، الوات بيساوي إيه؟ بيساوي 1 جول في الثانية. تمام؟ باور، الطاقة in watts، سوري، او القوه in watts باستخدام وحدات الواتس دي is often referred to، بيشار اليها as wattage، بالطاقه الكهربائيه. تمام؟ او wattage. a powerful motor، على سبيل المثال بقى عندي موتور قوي will have a higher wattage، هيتطلب wattage، واتات اللي هو واتس دي اعلى than a less powerful one، من واحد اقل منه في الطاقه. كده خلصنا الدرس بتاع القراءه اللي اسمه energy، وهنحل مع بعض الاسئله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.